تعالى بقى، تعالى انا مفترق. لازم تاخد بالك انت بتتكلم مع مين قبل ما تتكلم. يعني وانت بتتكلم مع واحد، ارجوك لازم تبقى عارف هو دماغه عامله ازاي. ما تخشليش مع واحد هو كل دماغه كلها في التيك توك وفي مش عارف مين عمل ايه ومين طلقت ومين اتطلق ومين معرفش اشترى عربيه جديده، وجاي تتكلم معاه مثلا عن بيزنس. يلا احنا هنبدا بيزنس يا عم، انت بتعمل ايه؟ ارجوك ما تشيلنيش. فلازم بقى تاخد بالك من الحاجات دي. في الاول، ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. في نوعية من الناس كده بتبقى شايفة كده ان هو انا ممكن اتكلم مع اي حد في اي حاجة. يعني ايه المشكلة لما اتكلم مع واحد هو حياته كلها على التيك توك، راح اقول له بقول لك ايه، ما تيجي نفتح شغل مع بعض، ما تيجي نعمل لنا مصلحة حلوة كده، مصلحة من اللي هي. طب بقول لك ايه، ما تيجي ننزل كورس مع بعض. يا عم انت بتتكلم مع مين؟ بتقول له ايه؟ الناس دي بتبقى دماغها في حتة تانية خالص. طبعا الناس دي بتبقى بتفكر بطريقة غير اللي انت بتفكر فيها تماما. فانت محتاج علشان خاطر تتعامل مع انواع من الناس، لان الناس انواع، محتاج تتكلم في المشترك بينك وبينهم. يعني مثلا لو هو بينزل جيم، اوكي اتكلم معاه في ان انت بتنزل جيم وهكذا، فاتكلم معاه في الجيم. اتكلم معاه لو هو معاك في نفس الكليه، اتكلم معاه عن الكليه، لكن ما تتكلمش معاه عن حاجه هو بعيد البعد عن حاجه زي كده. ولو انت شخص اصلا جيمر، لو انت جيمر وحياته كلها ما يعرفش يعني ايه جيمنج، فمستحيل يفهمك، مستحيل يفهمك. لو انت مثلا عايز تعرفه عن حاجه زي كده اوكي، بس انت ما تنتظرش منه او تتكلم وكانه هو شخص مولود اصلا في الجيمنج. لا طبعا لا. فنقطه مهمه جدا ممكن تكون بتودي ناس كتير في داهيه، وان هي مش عارفه تتواصل او حتى ان هي توصل لدرجه تفاهم ما بينها وبين الشخص اللي قدامه، ان هو اصلا مش عارف هو ايه المشترك بينه وبين التاني. يعني بيبقى بعيد كل البعد عن الحاجة اللي المفروض يتكلم فيها. فلازم كده وانت بتتكلم مع حد لازم جدا ان انت تبقى عارف هو بيفكر في ايه، طريقة التعامل بتاعته، ايه اكتر حاجة هو بيفضلها، ايه الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها وفعلا تجيب معاه نتيجة، ويحس فعلا اللي هو لا يعني لقيته نقطة مشتركة ما بينكم. لكن ما تروحش تتكلم بجد مع واحد هو بعيد كل البعد عن طريقة تفكيرك وطريقة التعامل بتاعتك، وتيجي تتكلم معاه بقى في حاجة انت بتحبها او حاجة يعني دي حاجة من اهتماماتي فانت اكيد مهتم بيها. فدي غلطة ناس كتيرة قوي بتقع فيها. وبجد لو اهتمينا بحاجة زي كده هنلاقي ان الموضوع ده انتقل لحتة تانية خالص. يعني انا فعلا لو عايز صاحب حد والشخص ده عاجبني، بس انا مش عارف افتح معاه اي توبيك. دلوقتي لو احنا في الجامعه فاحنا محتاجين نتكلم عن الجامعه، واول حاجه هتكلم معاه عن الجامعه. ليه؟ لان احنا في الجامعه، فطبيعي يا صاحبي اكيد هيبقى ليه اهتمامات او ليه مواقف او ليه اي حاجه. يعني ان شاء الله يكون هو متخرج بس هو كان في جامعه قبل كده، فانت تقدر تتكلم معاه في حاجه زي كده. ده موضوع عرفت اهو تفتح معاه موضوع تاني. والله لقيته في الجيم، خلاص اوكي، ده موضوع. انت ماشي على نظام ايه؟ طب بتتمرن قد ايه في الاسبوع؟ طب بقالك قد ايه بتتمرن؟ وهكذا. ده موضوع تاني. حاجه كمان، لو حد معاك في كورس معين فتقدر تكلمه في الكورس ده. لكن ما تجيش في الاخر تقول لي انا مش عارف افتح مواضيع علشان اما مش لاقي او ما اعرفش الشخص ده. ما هو يا معلم، ما هو معاك في نفس الحاجه. عارف اقول لك على حاجه؟ لما الموضوع يبتدي يتعرف، يعني انت دلوقتي انت بس دايما بتحتاج علشان تعرف تكلم اي شخص وتفتح معاه موضوع، بتعمل حاجه معينه. الحاجه هي ان انت بتشوف اي حاجه مشتركه بينكم، وبعد كده ان انت تتكلم عن الحاجه دي، تتكلم بقى في اي حاجه عليها بس تتكلم عليها. بتلاقي بعد كده ان الشخص ده ابتدى يتكلم عن حاجات تاني، سألك على حاجات تاني معينه، فانت بتبتدي تفسر الشخص ده ممكن يكون اهتماماته ايه، الشخص ده ممكن يكون بيحب ايه، بيكره ايه، سأل عن حاجه معينه مثلا، فانا ببقى مركز فيها الحاجه دي. هو اكيد طالما سأل عليها اذا هو مهتم بيها، فاذا ده موضوع تاني ممكن نتكلم عليه. لكن ما ينفعش تتكلم على حاجه وانت عارف ان هي ممكن تكون بعيده كل البعد. حد مثلا بينزل كورس سيلف ديفلوبمنت وعايز يطور من نفسه وبينزل يتعلم لغات معينه مثلا او بتاع، وتيجي تكلمه بقول لك ايه، انت شفت الترند الاخير على التيك توك؟ ماذا تفعل؟
بجد يعني انت فين، انت فين وهو فين؟ هتفتح معاه كلام ازاي؟ الشخص ده هتستنى ان هو يفتح معاك كلام ازاي، او ان هو يتكلم معاك ازاي؟ اكيد مليون في المية انطباعه الاولي هيقول لا ايه ده، ايه ده، ما هذا اللي بيتكلم على وبيع، بيقول ايه، بيقول ايه، انت فين يا معلم؟ فمش هيبقى مهتم خالص انه يتعرف عليك، مش هيبقى مهتم خالص ان هو يتكلم معاك في حاجه اصلا، او حتى هيحاول يتجنبك في المرات الجايه حتى لو اتكلم معاك، لانه انت بعيد قوي، انت بعيد قوي عن دماغي. فالخلاصه علشان خاطر تتكلم مع حد، شوف النقطه المشتركه ما بينكم، وبعد كده شوف هل الشخص ده شبهك ولا لا. ولو شبهك فعلا فابتدي شوف الحاجات اللي ممكن تكون فعلا كويسة او متعلقة بالحاجات اللي انت شايف ان هي مشتركة. يعني حاجة مثلا حد بينزل كورس معين، فاكيد مثلا ممكن يكون وارد جدا بيروح الجيم، بيذاكر حاجة معينة، بيشتغل وهكذا، فهقدر اتكلم معاه في حاجات تاني. لكن بالنسبة للشخص اللي هو انا مثلا شفت حاجة معينة ورحت جبت حاجة من اخر الدنيا تاني اتكلم عليها، فهيبقى الموضوع صعب جدا، والشخص اللي قدامك بجد مش هيحب يتكلم تاني اصلا. لو اتكلم اصلا المره الاولى، يعني لو اداك الفرصه وقال لك اتكلم وبتاع وتناقش معاك، مش هيحب يتكلم تاني، مش هتبقى من الناس اللي هو فعلا عايز يتكلم معاهم او حاططهم في دماغه، او شايف اللي هو الناس دي انا ممكن اصاحبها، او الشخص ده انا ممكن اصاحبه لان هو دماغه قريبه لدماغي. ارجوك ركز انت بتعمل ايه، وركز انت بتتكلم في ايه قبل ما تتكلم، وركز مين الشخص اللي انت رايح تكلمه في الموضوع ده. ركز، الموضوع ده هيفرق جدا. بس كده، دي كانت نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتعمل زر اللايك عشان ده بيفرق معانا جدا. ايه، سلام.